الولاد عايزين جاتوه والحالة على قد الإيد. تعالى أقولك النهاردة إزاي نعمل الجاتوه الاقتصادي بطريقة جميلة وخطيرة وشكله مبهر زي ما انتي شايفة كده. عملنا دستة جاتوه، شايفة بقى حشيناه فراولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، ومكونات كلها موجودة في قلب البيت. مش هتتكلفي كتير وهتسعدي ولادك وهتطلعي كده منتج رهيب جدا. القطعة زي ما انتي شايفة خطيرة وشكلها مبهر. مبدئيا كده هنجيب كوباية من السكر وهنحط 6 بيضات. احنا هنستخدم دقيق عادي، هنجيب 6 بيض بدرجة حرارة الغرفة على كوباية من السكر. انزلي بقى هنا كده بعد البيضة على طول ننزل بالفانيليا. ادي 4 من الفانيليا. ابتدي بقى كده حطيهم، طريقة جميلة ولذيذة تقدري تعملي بيها جاتوه او حتى تعملي بيها آه سويس رول، بتبقى جميلة جدا وخطيرة. انزلي بقى هنا بمعلقة كبيرة من محسن الكيك الجل. هنحط هنا حوالي ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية زيت. امسكي الخليط بتاعنا ده كده اضربيه كويس جدا لغاية ما يديكي فوم كبير. بعد كده هاتي كوباية دي جامبو زي اللي انا وريتها لك دي، وحطي واحدة من البيكنج باودر في قلب المنخل كده، وابتدي هزيهم كويس جدا عشان الهواء بتاعك يخش وتبقى جميلة وتنفش وتبقى لذيذة جدا وتبقى هشة معاكي. هنا شايفة الكوباية الصغيرة دي احنا هنملاها مية من الحنفية. هنبتدي نقلبها كده على الخليط ونقوم ضربينها كويس عشان ناخد القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. بص القوام بتاعنا عامل ازاي. الكوباية دي مليناها مية وحطيناها على الخليط بتاعنا، خدت القوام الخطير اللي انت شايفاه ده. ابتدي هاتي الصاج بتاعك وبعدين ابتدي بقى كده نزلي الخليط بتاعك بعد ما تفردي ورقة الزبدة او اي ورق عندك ينفع. ابتدي افرديه كويس جدا، واهم حاجة الفرد، ان هو يدوبك بيبقى العلو بتاعه يدوبك سنتي او 2، يعني سنتي ونص. ابتدي بقى كده بالسكرابر ابتدي افرديه كويس. طريقة جميلة تقدري تعملي بيها سويس رول. يعني الصاج الخطير اللي قدامك دوت ممكن كنا عملناه 2 سويس رول، لكن احنا عملنا منه دستة جاتو. شايفة الجاتو في الأول كان خطير جدا ومحشي فراولة وإمكانيات على قد الإيد، ما جبناش حشوات مكلفة ولا حاجة من الفاكهة اللي موجودة. هنسويه كويس وفي نفس الوقت الفرن بتاعنا سخن، هو بيقعد في قلب الفرن حوالي 13 دقيقة بالظبط. تظبطي عليه الساعة 13 دقيقة. نسويه كويس جدا جدا بكوباية دقيق جامبو، كوباية دقيق عادي عملنا بيها ما شاء الله دستة جاتوه. لا جبنا دقيق جاهز ولا اي حاجة خالص، ما جبناش سبونج، جبنا دقيق عادي. دلوقتي خدت 13 دقيقة زي ما انت شايفة. انا اول ما بطلعه برمي عليه الفوطة وبسيبه لتاني يوم. بعد كده بقى بعمل له الفينش بتاعه تاني يوم. قلبته زي ما انت شايفة كده، شلت الورقة، بحاول بعناية ان انا اقسمها نصين. انا انصحك تستخدمي المسطرة، يعني استخدمي اي حاجة كده مسطرة وتبتدي تقيسي وتقسميها نصين عشان يطلعوا بالنص. كل مرة بقول هستخدم المسطرة وما استخدمهاش وفي الاخر بتطلع مفرقة معايا شوية. هنا هنبتدي نعمل محلول التسقية بتاعنا. انا جبت هنا 3 معالق سكر على نص كوباية من المية، وهبتدي اسقي بيها الكيكة بتاعتي عشان تسقي كده وتبقى جميلة. وفي نفس الوقت هنا هنعمل الكريم جانتيه بتاعنا اللي هنبتدي نحطه. الكريم جانتيه بتاعنا طبعا انا هنا عملت كريم جانتيه خام، كوباية كريم جانتيه على كوباية ونص من اللبن الساقع او المية المتلجة، وبحط لها كوباية من السكر، كوباية ونص مية على نص كوباية الا ربع سكر على كوباية كريم جانتيه،
والسكر ده في ايدك، لو انت عايزة تقللي السكر براحتك على حسب ما انت بتحب المذاق بتاعها. ابتدي بقى كده افردي كريم جانتيه وهاتي الفاكهة اللي عندك. اظن مفيش اسهل من ان احنا نحشيه فاكهة، يعني كريم جانتيه وبعدين الفاكهة، بتبقى لذيذة وجميلة وبتبقى موفرة. الشوكولاتات بتبقى غالية. هنا هنبتدي خلاص كده تمام زي الفل. انا كان عندي شوية مربى حليب هبتدي احطهم، بتعزز النكهة وبتبقى جميلة، ولو مش موجود مش هيأثر خالص في التيست بتاعك. هنا بقى كنا احنا جايبين الفراولة ومقطعينها طرنشات زي ما انت شايفة كده. ابتدي بقى املي الجزئية دي كلها بحشوة الفراولة. بنفس الطريقة دي ممكن تحشي فراولة، ممكن تحشي مانجا، على حسب ما الولاد عندك بيحبوا. بجد طريقة جميلة ولذيذة عن ما انك تشتري من بره. بصي قطعة الجاتو دلوقتي في اقل الاماكن وصلت 20 جنيه، وممكن تبقى ازيد من كده على حسب التكلفة وعلى حسب المحل اللي انتي بتشتري منه. خلاص كده خلصنا فرد الفراولة. نحط شوية مربى حليب، بتبقى جميلة ولذيذة وبتبقى حلوة جدا. نبتدي بقى نحط بقى كده الجزئية التانية من الاسبونج بتاعنا. ادي كده تمام زي الفل. ده الجزئية التانية. نبتدي بقى نسقيها كده بمحلول التسقية بتاعنا. هنا طبعا حطيناها على القالب الكرتون عشان نقدر نتحكم فيها، لانها بعد كده لازم تخش التلاجة فورا عشان كل حاجة تجمد وتبقى كويسة. نبتدي نحط بقى هنا كده الكريمة الطبقة، والطبقة الأخيرة دي بتبقى طبقة سميكة. طبقة الكريمة اللي بتبقى في الفينش بتبقى سميكة. نبتدي نفردها كده ونحاول ان هي تكون متساوية قدر الامكان عشان نحافظ على الشكل بتاعنا ويبقى خطير جدا ويبقى زيه زي بتاع المحلات. ابتدي بقى افرديها، والطبقة دي بتبقى سميكة عن الطبقة بتاعة الحشو. نبتدي بقى كده بالسكرابر بتاعتنا نحاول ان احنا نسويها، وبعد ما نساوي السطح بتاعنا نقوم واخدين الجوانب بتاعتنا كده بالسكينة ونقوم مسويين الجوانب بحيث ان احنا نحصل على الشكل المستطيل، تبقى كلها متساوية من الجوانب، وبتبقى خطيرة جدا وبيبقى حلو جدا وبيبقى احلى جاتوه ماما عملته في البيت، وبتبقي وفرتي فعلا. هنا كده بالسكرابر المضلعة هنبتدي ناخد الشكل التضليع، وده يعتبر اسهل شكل ممكن تعمليه. اسهل شكل مش محتاج افتكاسة ولا حاجة، وبيدي منظر جميل وهادي وبيبقى لذيذ وخطير خالص. ابتدي بقى كده ساوي كل الجوانب عشان تاخدي الشكل المستطيل. ممكن بعد ما تعملي كده تقومي مدخلاها التلاجة لو انتي حاسة ان الكريمة سايحة معاكي، ولو انتي حاسة ان الكريمة جامدة وجميلة كملي شغل عادي، وبعد ما تخلصي الفينش ابقي دخلي التلاجة، بتبقى حلوة جدا. ابتدي هنا بقى استخدمي السكينة، ولما تيجي تسحبي السكينة بعد ما بتقطعي لازم السكينة نغسلها او يكون جنبنا الحنفية نغسل على طول، يا اما نمسح بمنديل. ما ينفعش نحط السكينة بتاعتنا وهي مش نظيفة، لان هي هتأثر على الشكل وهتديكي منظر مش لطيف خالص. ما بين كل سحبة وسحبة لازم السكينة تبقى نظيفة. هنبتدي كده نقطعها بقى بشكل طولي عشان ناخد القطع الشكل النهائي للقطع بتاعتنا. ممكن كنت قطعتها سواري فهتتقطع بشكل اصغر، بس انا عملتها جامبو زي ما انت شايفة كده قطعة كبيرة، وبعدين حطيت الروزتات بتاعتي. هنا الفراولة هنبتدي ننزلها هنا كده في الملمع، فبالتالي لما تنزلي الفراولة في الملمع هتديكي شكل جميل وخطير وهيبقى براق جدا واكنك بجد جايباه من بره. بصي بقى كده قطعنا شرايح الفراولة وحطيناها على الرزتات بتاعت الكريم جانتيه، وبقى بجد شكلها مبهر وخطير جدا وتزيين بسيط ولذيذ خالص. ولو انتي عايزاه يكون اكثر بريقا ممكن بفرشة كده في قلب الملمع وبعدين تقومي مرة عليه، هيديكي بريق اكتر
جدا. بصي شكله مبهر ازاي، بطريقة بسيطة وبسيطة جدا واقتصادية جدا عملتي دستة جاتوه ما كلفتكيش حاجة. بصي شكلها مبهر. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. ولو في اي وصفة انتي عايزاها اكتبيلي في التعليقات وانا فورا هعملها لك. بصي شكل القطعة بجد بجد شكلها خطير. على طول دخليه التلاجة هتلاقيه جمد وحصلتي على الشكل الجميل دوت. ممكن تعمليه لما يكون عندك ضيوف وتبهريهم بأقل التكاليف. ممكن تسعدي ولادك وعيلتك بحاجات جميلة ولذيذة وبجد بجد طعمها خطير. ممكن تحشيه فراولة أو تحشيه مانجا هيبقى جميل جدا. أسيبك في حفظ الله.